الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المشاهدون الأكارم، متابعو فعاليات جائزة دبي الدورية للقرآن الكريم، مرحبا بكم في هذه الفقرة القرآنية المميزة، وهي عبارة عن استضافة واختبار لواحد من نوابغ الحفاظ. الحافظ الذي جالس أمامنا هو حسين عدنان صبري العبدلي، من مواليد الفلوجة العراق، مواليد عام 1983، وعنده هو من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وعنده تلف في خلايا الدماغ، لكن فجأة وبدون أي مقدمات اكتشف أهله أنه يحفظ القرآن دون أن يعلمه أحد ودون أن يذهب إلى شيخ. نتعرف على قصة هذا الحافظ من عمه الشيخ عماد شاكر صالح العبدلي. السلام عليكم شيخ عماد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرب شوي الميكروفون. أستاذ عماد، لو تحكي لنا قصة حسين كيف كانت ولادته؟ هل كانت ولادة طبيعية؟ وكيف كان وضعه؟ وكيف اكتشفتم أنه حافظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقبل الله صيامكم وقيامكم، وجعل الله تعالى في ميزان حسناتكم هذا العمل الصالح الخالص لوجهه تعالى. الحقيقة حسين عدنان ولد ولادة طبيعية، وبعد أكثر من شهر اكتشفنا أنه جثة هامدة، لا يتحرك، لا يبكي، لا أي شيء يقوم به. راجعنا فيه كثير من الأطباء، وبقينا على هذه الحالة لمدة أكثر من سنة. لدينا تقارير طبية من دكتور كمال الطويل في بغداد، وكذلك دكاترة في الأعصاب، أخبرونا بأنه فيه تلف في خلايا الدماغ، وإذا كبر وعرف اسمه فهذا إعجاز في الطب. فكان والده رحمة الله عليه صاحب دين، جمعنا وقال: نقطع الأمل بالطب والأطباء، ويبقى أملنا في الله تعالى وحده. سهر الليالي وصام النهار وهو يدعو في ساعات السحر. فذات ليلة مباركة رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام والده، فشكى حالته، فقال: ائتني بولدك. فيقول: وأنا في الرؤيا أعرف أني في رؤيا، وخفت أن أستيقظ من الرؤيا قبل وصولي إلى ولدي، ولكن بتوفيق الله تعالى حملت ولدي ووضعته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمسح على صدره ونفخ على وجهه وقال: خذه لقد شفي، وسوف يكون له شأن. لا نعرف هذا الشأن ما هو وكيف سيكون، ولكن بمرور الأيام بخلال شهرين أو 3 قام يتحرك، ينتبه إلى الصوت. خلال 4 سنوات، 3 سنوات السابقة هو يحمل القرآن على صدره، يقلبه تقليب سريع. مزق الكثير من القرائين، لأنه لا يقبل أي كتاب من مكتبتنا العامرة إلا القرآن الكريم. يضعه على صدره إلى نومه، فنأخذه من صدره ونضعه في مكانه. استمر على هذه الحالة. نحن تدخلنا معه، علمناه الحروف، لوناها له باللون الأحمر، أليف والباء ونقرب له حرف مع حرف، هذا يكون كذا. تعلم القراءة والكتابة، ولكن في هذه التقليبات للصفحات الكريمة هو يحفظ. إلى ذات يوم من الأيام في محاضرة استشهد أحد خطباء المساجد بآية، فقال في سورة آل عمران، فرد حسين قال: لا، إنها في سورة البقرة. فسأله والده: من أدراك بهذا؟ قال: أنا حافظ القرآن. اكتشفنا أنه تعلم القراءة والكتابة. القرآن حفظه كاملا في عمر 5 سنوات ونصف بالتحديد اكتشفنا، بس حفظ إعجازي وخارق عن العادة وخارق عن العقل. جزاك الله خير على هذه المقدمة. الآن أرجو من الأخ المخرج أن يسلط الكاميرا على صفحة المصحف اللي أمامي.
راح أسأله بعض الأسئلة من هذا المصحف الذي أمامي. حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حسين، قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هذه الآية رقم كم؟ 103. 103 من أي سورة؟ من سورة النحل. من سورة النحل. ولقد نعلم أن إذن. طيب انتقل إلى الصفحة المقابلة. شو تجي في السطر الأول من الصفحة المقابلة؟ أي آية تقابلها؟ 111 سورة النحل، اللي هي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الصفحة اللي بعدها؟ يظلمون. الصفحة التي بعدها. الصفحة اللي بعدها. ثم أن ربك لأمر السوء بجهالة ثم تاب بعد ذلك وأصلحه. آية رقم كم؟ 119. طيب مقابلها؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. آية رقم كم؟ 1. طيب أنا بقلب ورقة، ورقتين، 3 على الجهة اليمنى، شو تجينا الآية؟ قل كونوا حجارة أو حديدة. الله أكبر. الآية رقم كم؟ 50 بالإسراء. الإسراء. تقابلها شنو؟ الصفحة المقابلها. وما منعنا أن نرسل الآيات. طيب احسب معي، أنا راح أرجع للوراء. ورقة، ورقتين، 3، 4، 5، 6، 7 على اليمين. شفتوا؟ لا شفتها. طيب بقلب صفحة اللي بعدها على اليمين، شنو الآية اللي تجينا؟ بداية السطر، بداية الصفحة. وقال الذين أشركوا. وقال الذين أشركوا. آية رقم كم؟ 35. أي سورة؟ النحل. آخر الصفحة. يتوكلون. يتوكلون. الأخ المخرج، يتوكلون. طيب طيب راح اختار لك موضع آخر لا على التعيين، من قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. آية رقم كم؟ 40. أي سورة؟ الإسراء. أي سورة؟ سورة الشعراء. الشعراء. أحسنت. طيب آخر الصفحة. فأتبعوهم مشرقين. فأتبعوهم مشرقين. طلع أيوة، أتبعوهم مشرقين. طيب ممتاز. احسب معي، ورقة، ورقتين، 3 الصفحة اليمنى، أول الصفحة، بداية الصفحة. فهم طاسين تلك آية القرآن كتاب مبين. لا أنا قلت 3 ورقات. واتقوا الذي خلقكم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. طيب الأخ المخرج، حسين أريدك هذه الصفحة راح أطلع لك صفحة لا على التعيين، وأريدك تقرأ لي الكلمات اللي في رؤوس الآية. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هاي آية رقم كم؟ 14. أي سورة؟ قصص. الآية اللي بعدها نهاية. مبين. بعدها الرحيم. بعدها المجرمين. بعدها مبين. بعدها المصلحين. بعدها الناصحين. بعدها الظالمين. الله أكبر. انتقل إلى الصفحة اللي مقابلها بالضبط. الصفحة اللي مقابلها آخر الصفحة، شنو تجينا؟ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت. ما شاء الله عليه. طيب آية رقم كم؟ 28. القصص. طيب الآن ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة. طيب ورد قول الله عز وجل سائبة. كلمة سائبة كم مرة وردت في القرآن؟ مرة واحدة. في أي سورة؟ في سورة المائدة. آية رقم كم؟ 103. 103. قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. طيب كلمة عفريت جاءت في القرآن؟ مرة واحدة. وين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. آية رقم كم؟ 39. النمل. ما شاء الله عليك، الله أكبر. طيب كلمة مارد في سورة الصافات. وين جاءت كلمة مارد؟ وحفظا من كل شيطان مارد. آية رقم كم؟ آية 7. ما شاء الله عليك، ولا يتردد. ما شاء الله. طيب ووصينا الإنسان، كم مرة جاءت في القرآن ووصينا الإنسان؟ 3 ذكرت. 3 مرات. الأولى وصينا الإنسان بوالديه حسنا. أحسنت. وين هذه؟
عنكبوت آية رقم كم؟ آية 8. طبعا أنا ما حافظ، أنا مسجلها عندي. نعم. طيب الموضوع الثاني وصى الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، اللي هي أي سورة؟ سورة لقمان آية رقم كم؟ آية 14. ممتاز. طيب الموضوع الثالث وصى الإنسان بوالديه إحسانا. نعم. أي سورة؟ سورة الأحقاف. يا سلام. آية رقم كم؟ آية 15. الله أكبر. طيب